أهلا وسهلا بكم في قناة أرت مراد. مرة أخرى نعود إلى موضوع مشاركة المغرب في بطولة دوري كرة القدم، بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. إذن آخر الأخبار تقول أن الكاف قد يعني كلف أحد الوسطاء بالسفر إلى الجزائر لبحث هذه المشكلة بين البلدين. طبعا هذا التصرف من النظام الجزائري غريب جدا. اولا هذا التصرف يعني اغلاق المجال الجوي في وجه الفريق المغربي ديال كرة القدم اللي غادي يمثل المغرب في دوري الشان بالجزائر. يعني هذا الاغلاق هذا يعني ضد القانون ديال الكاف اللي وقعت عليه الجزائر. هذا القانون الميثاق العام ديال الكاف يلح على ان كل دولة يجب ان الدولة المستضيفة للشان يجب أن تبذل جهدها لكي تسهل عملية تنقل اللاعبين وإقامتهم وكذا الحاجيات الأساسية اللي كيتمتعوا بها في البلد المضيف. طبعا وهذه الإجراءات الجزائرية ماشي غير ضد الكاف، هي ضد كذلك تناقض مقررات القمة العربية، قمة الجامعة العربية المنعقدة مؤخرا في الجزائر، والتي تنص فيما نصت عليه تنص على ضرورة هذه العلاقات ديال التعاون وتنسيق المبادلات التجارية بين الدول العربية. إذن أين هي هذه المقررات وهذه المخرجات ديال المؤتمر الجامعة العربية والجزائر، واللي الجزائر نفسها تكلفت بتنظيم هذه القمة هذه ورفعات شعار هذه القمة اللي هو لم الشمل. واش هذه التصرفات مع المغرب واش هل تدل على رغبة الجزائر الفعلية في لم الشمل؟ إذن هذه التصرفات اللي كيقوم بها النظام الجزائري واللي كيعتبرها يعني قرارات صائبة وقرارات هي عين الصواب. هذه القرارات هذه بحال إغلاق المجال الجوي، بحال قطع الأنبوب الغاز، بحال إغلاق الحدود، قطع العلاقات الدبلوماسية. إذن حنا المغاربة كنشوفوا هذه التصرفات هذه تصرفات صبيانية، تصرفات كتليق بالأطفال في الأزقة، ماشي تصرفات ديال المؤسسات بحال مؤسسة الدولة. إذن المؤسسات وخصوصا إذا كانت موزن ثقيل بحال الدولة ما خصهاش تتصرف بهذه التصرفات ديال الأطفال، وإنما تتصرف بمنظار المصالح ديالها، المصالح الاقتصادية، المصالح السياسية، مختلف المصالح. إذن نحن أمام دولة كيسيرها المراهقين، مراهقين في السياسة، مراهقين في الاقتصاد، مراهقين في الدبلوماسية، مراهقين في يعني شتى المجالات ديال الدولة، بدليل أن كل التدابير اللي اتخذها النظام الجزائري جات بالعكس، جات ضد الجزائر. قطع العلاقات مع المغرب جا ضد الجزائر، لأن الجزائر فاش قطعت العلاقات مع المغرب بغات تنفرد بالدول العربية وتعزل المغرب. الشيء اللي وصلته هو العكس، ملي قطعت العلاقات مع المغرب الدول العربية قالت الجزائر لا، باش نديروا القمة، إلا بغيتي نديروا القمة العربية عندك صلحي بعدا مع المغرب ووجهي له دعوة رسمية لملك البلاد. إذن هذا القطع ديال العلاقات مازال الجزائر حصدت نتائج ديال الوخيمة، ومازال تحصد نتائج في المستقبل القريب والمتوسط. كذلك مثلا قطع الأنبوب ديال الغاز، هذا جاء في مصلحة المغرب. أولا بعدا الأنبوب ولا في ملكنا، ثم خلق الجزائر واحد المشاكل مازال، ما هذيك المشاكل مازال غادي تزيد هذه المشاكل هذه. خلقت واحد الجو ديال عدم الثقة بين الجزائر ومختلف الدول الأوروبية، لأن قطع الأنبوب راه كان ماشي على المغرب، على إسبانيا والبرتغال، وإسبانيا والبرتغال عضوان في الاتحاد الأوروبي. إذن كان المشكل مع الاتحاد الأوروبي. إذن تخلق واحد الجو ديال عدم الثقة بين دول الاتحاد الأوروبي وبين الجزائر. ميمكنش الاتحاد الأوروبي يزيد يدير شراكات مع دولة اللي ممكن تتصرف بواحد التصرف أهوج بحال قطع الغاز في أي لحظة تبان لها. إذن نتائج كثيرة وخيمة اللي حصدتها الجزائر واللي غادي تحصدها من وراء قطع الأنبوب. ثم مثلا ناخذ الإجراء ديال تعليق اتفاقية الصداقة والتعاون بين الجزائر وإسبانيا. حتى هذا القرار هذا قرار
يعني ضرب الجزائر. اولا الخسائر الاقتصاديه ديال المتعاملين الجزائريين، ثم ان المتعاملين الاسبانيين مابقاوش يديروا الثقه في الجزائر، لانه ممكن يدير اي تصرف اهوج. ما يمكنش تجي شي شركه وتستثمر الملايير في الجزائر في الوقت اللي هي كتعرف بان الاحوال السياسيه غير مستقره. يقدر يجي اي جماعه ضغط تقدر تخرج ديك الشركه، او لا تلغي المشروع، او لا اي شيء اخر. اذا بدل ما يفكروا هذا النظام الجزائري، بدل ما يفكر في الصعوبات وفي الاكراهات الاقتصاديه والحقوقيه اللي كتعيشها الجزائر، اكراهات اقتصاديه لا تحسد عليها الجزائر، هناك وضع اقتصادي خانق. بدل ما يفكروا في اتجاه ايجاد واحد، يعني في اسرع وقت ممكن، واحد خطه ديال انقاذ اقتصادي، يشوفوا كيفاش يتكيفوا مع المتغيرات الاقتصاديه والجيوستراتيجيه والجيوسياسيه اللي حدثت في العالم منذ ازمه كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه. بدل ما يفكروا في واحد الطريق يوصلهم الى بر الامان ويديروا اصلاحات اقتصاديه ويغيروا السياسه الخارجيه ديالهم، وكذلك الحركه الدبلوماسيه ديالهم، بدل ما يديروا هذه الاصلاحات هذه مازال هما كيفكروا في قضيه ديال يعني بث الكراهيه، المروك مع المروك، العدو كلاسيكي، المؤامرات الخارجيه، تسليح الحدود، ميزانيه ديال الجزائر 2022 بلغت 23 مليار دولار. حتى هذا خلق لها مشاكل مع حلف الناتو ومع الدول الغربيه اللي هي يعني ضد الاعتداء الروسي على اوكرانيا. اذا بدل ما تفكر في هذه الامور هذه، قدامك كتضيع الوقت. هذا النظام الجزائري كيضيع الوقت والمال في التفاهات. واش باقيه دابا شي دوله كتصرف سياسيا واقتصاديا بحسب الانفعالات وبحسب الكراهيه او الحب؟ ما كانش شي دوله الا الجزائر هي اللي كتفكر بهذا المنطق. اذا فضل كتهرب عليك الدول وكتهرب عليك الاستثمارات وكتهرب عليك الشركات بالمناخ السيء اللي كتخلقوا في البلاد، مناخ اللي كيغلب عليه تسليح الحدود، ميزانيه ديال التسليح ضخمه. اي شركه غادي تشوف بلي الجزائر دخلت في هذه الميزانيه ديال التسليح الكبيره 23 مليار دولار و17 مليار دولار كذلك في 2023، ما غاديش دير استثمارات، خصوصا الى عرفات هذه الشركه هذه خدات نظره على الاختيارات الاقتصاديه والتصرفات الهوجاء اللي كيديرها النظام الجزائري. اذا ظروف سيئه اللي غادي يعيشها الاقتصاد الجزائري. اذا هو كيدير هذه الامور هذه في الوقت اللي في الظروف الدوليه والظروف الاقليميه ظروف متازمه. هناك اتجاه امريكي يعني صوب تسقيف سعر الغاز. هذه مشكله اللي الجزائر، لان الجزائر كتعتمد على المحروقات اعتماد كلي. ثم كاين المشكله ديال الانتقال الطاقي اللي كيعرفوا العالم الان، بدا العالم يعرفه. حنا كنعرفوا ان البيت الابيض خصص 400 مليون دولار دعما للشركات اللي تتخلص من الانتاج المعتمد على المحروقات، الغاز والبترول، يعني الطاقه اللي كتلوث الجو. وهذا مشكل حتى للدول المصنعه الاوروبيه بحال فرنسا. كنعرفوا بان ماكرون في الزياره ديالو الاخيره لامريكا استغاث، كان باقي ليه غير يبكي بالدموع، كيطلب النجده من التدابير الامريكيه بخصوص الانتقال الطاقي، واللي غادي تشكل واحد المنافسه قويه بالنسبه للاقتصاديات الاوروبيه مثلا فرنسا. اذا اذا كان اقتصادات كبيره كتعاني، كيفاش الجزائر ما غاديش تعاني في هذا المستقبل القريب والمتوسط؟ اذا هناك اكراهات اقتصاديه شتى يجب على الجزائر مواجهتها، بدل هاد البساله هذه وهاد الحموضيه اللي كتبان في التصرفات ديال الجزائر، والتي لا تراعي لا عروبه ولا امازيغيه ولا اسلام ولا حتى جوهر. والسلام عليكم.